النهارده الفيديو بتاعنا من اقوى مكان في العتبه يا بنات، مكتب زكريا عبد الموجود الشواذليه، مكتب للجمله ده اللي بياخد منه التجار. فانا النهارده عامله لكم عروض وهدايا وما شاء الله اللهم بارك. الفيديو حكايه، اسمعوا الفيديو للاخر لان هنا ملايه العمريه من اول 150 جنيه وما شاء الله الفوط يا بنات من اول 160 جنيه، فوط الاطفال ب 180 جنيه، غير ان احنا عاملين هدايا على الفواتير. المكان كبير جدا، لف معانا كده حضرتك. ده كده كل شغل الملايات المطرزه ما شاء الله اللهم بارك. كل ده ملايات مطرزه حضرتك، تمام. كل ده كمان كده اوضه ملايات مطرزه، غير ان في ركن كبير للسريدهات، غير ان في اوضه كامله لملايات الاطفال، اوضه كامله لملايات الاطفال اهو ما شاء الله. غير ان احنا عندنا اللهم بارك ده شغل ملايات اطفال، سواء باللحفه سواء بالملايات العمريه بتاعته، سواء ب اللهم صل على النبي الملايات المطرزه. غير ان في اوضه كامله للفوط يا بنات اهي، في اوضه للبطاطين، تمام. في اوضه كامله للفوط مسلمه ليها اوضه تانية عشان فوط التويلت والمطبخ. ما شاء الله شركات كبيره. في كورنر بره كمان للفوط يا بنات. دي الهدايا اللي معروضه لكم ان شاء الله باذن الله على كل الفواتير، تمام. اسمعوا الفيديو للاخر عشان الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا. من اول 5 تمام، ومن اول 10 15 و20 25 احنا هنعمل هديه كمان فوق دول من يوم الجمعه فقط، بس مش الجمعه بتاع بكره طبعا لان حضرتك مش هكون نزل هو اخر جمعه في العرض. احنا تعويضا ان العرض هيبقى مدته صغيره، تمام. فهنعمل هديه ليوم الجمعه فقط. بكام يعني؟ على ايه؟ على اي فاتوره حتى لو اقل من 5؟ لا 5، بدايه من 5. طب ما يعني احنا خدنا الهديه دي بتاعتنا بتاع 5 اللي هي حضرتك المفرش هتاخديه خلاص. هتاخدي دي هتاخدي دي وهتاخدي دي على ال 15، هتاخدي دي على 10، هتاخدي خلاص خدناها. ويوم الجمعه نروح مزودين دي بقى. يوم الجمعه مزودين دي. اللهم صل على النبي. لا افتح، هي دي عباره عن ايه؟ طعم اللي هي 3 دي يا جماعه. يعني حضرتك في فاتوره ال 5000 جنيه بس يوم الجمعه فقط. يوم الجمعه حضرتك هتاخدي الملايه السرير دي القمر دي السرير الكبير، وهتاخدي معاها مفرش سوفت تركي يا بنات 3 قطع. البوستر بتاعه اهو يوم الجمعه بس. خدتي فاتوره هديه الفاتوره ال 10000، هتاخدي البطاريه ال 5 كيلو وهتاخدي معاها طقم الملايه السرير دي تشكيل مالكيش دعوه باللون ده. وانا اطمن على الخامه بعد اذنك برضو عشانهم ما شاء الله اهو يا بنات، تمام ما شاء الله، تمام. الوان بقى نفس الكلام في هديه ال 15 وال 20 25 يوم الجمعه. يعني هو كده بيميز يوم الجمعه عن بقيه الايام. احنا عشان احنا كل عرض كنا بنعمله 15 يوم، تمام. العرض المره دي مش عارفين نعمله 15 يوم فيها حرفيا. فبرضه عشان الناس بتقز علينا خلي لك لا هنختم لك يوم الجمعه برضه هنختمه لك وبرضه هديه اللي هو اخر يوم هنختمه لك برضه بهديه كويسه، ان انت تاخد علبه فوطه او طقم ملايه، تمام. علبه فوطه من الحاجات اللي احنا كنا عارضينها دي، او طقم ملايه ايه اللي هو ال 3 دي، تمام. يوم الجمعه اي وقت تيجي فيه حضرتك، مش هنقول لك من الساعه كذا للساعه كذا، اي يوم هيجوا فيه. طب ما انت الناس كلها كده مش تيجي غير يوم الجمعه. والله العظيم كده يا بنات. هنوصف ازاي نروح لمول زكريا عبد الموجود. احنا كده في شارع الجيش عند كوبري الازهر. انا عايزه اقول لحضراتكم هنا على باب الشواذليه دي كده، الشواذليه هنعدي الطريق سواء جاي من مترو باب الشعريه او مترو العتبه، الموضوع اسهل مما يمكن. بتعدي كده ما شاء الله عندك المحل مكتوب زكريا عبد الموجود في وش الكاميرا اهوت على ايدك اليمين. اول محل ليهم ده لانجري، تمام. تعدي المحل ده كده وتمشي العماره اللي على الناصيه دي كده، هو ده المكتب في المكان ده. هندخل كده الشارع ده يا بنات وهنلاقي، انا كده بوريكم المكتب مكانه فين. هندخل كده واهو ادي المحل بتاعهم اللي على ايدكم اليمين زكريا عبد الموجود. نمشي كده شويه هنلاقي عماره اسمها عماره الصباح، هنلاقي المكتب في الدور الثاني من اكبر الاماكن اللي موجوده في العتبه، بتبيع بسعر الجمله من اول قطعه. عايز اقول لكم حرفيا حرق الاسعار. الدور الثاني يا بنات عماره الصباح، تمام كده. مكتب زكريا عبد الموجود. ارقام التويلت يا جماعه 110 دي البدايه. دي لا دي دول 6 يا استاذ محمد. 90 ب 90 جنيه يا بنات دول 6، تمام. ماشي. عندنا حاجه زي كده ال 12 دول يا بنات 130 تقريبا يعني 130 تمام. حلوين قوي 12 و130. انت اصلا قلت لي 6 من 110. طب حلو قوي ال 12 ودول هتلاقيهم 190. طبعا في حاجات بقى اعلى بقى اللي هي زي دوريل والحاجات دي الحاجات اللي كان بيجي معاها سبريهات. بكام بقى الكوليكشن ده؟ لا السعر بالظبط مش اللي على السيستم. انتوا عامه يا جماعه لو عايز تستفسري عن حاجه سكرين شوت بالحاجه ويبقى ما شاء الله. بس انا شايفاها خامه والوان والسبريهات دي تحفه. عندنا برضه بتاع الشفعي دي كرتون، تمام.
عندنا بقى ايه كذا موديل. طب وبالنسبه للمطبخ بدأ معاك من كام؟ المطبخ هقول لك حاضر. ده مطبخ كده. الله حلوه. تمام. 4. عندي 6 زي كده مطبخ. تمام. المطبخ عندي هتلاقيه بيبتدي مثلا من اول 150 140. 150 140 اللي هو العلب زي كده. في حاجات في اكياس بقى 70 و80 و90. بتبقى كام قطعه الكيس؟ 6 تقريبا. 6 بس مش ما فيش منها كميه كبيره يعني. تمام. عندنا حاجه زي كده ما شاء الله. تمام. عندنا المجسم ده برضو حلو قوي. المجسم ده حلو قوي الفوط. عندنا حاجه زي كده الشيف. تمام. بس ما فيش تفاوت الاسعار كبير يعني فاهمه. يعني مطبخ برضه ايه قريب من عندنا حاجه زي كده. انت قلت لي البدايه في المطبخ كام معلش؟ البدايه في العلبه هتلاقي 140 تقريبا. وفي الكياس؟ في الكيس هتلاقي 70 80. لا بس حلو بقى اللي في هاند ميد دي. بص بقى دي حته في حته ثانيه معلش. حلوه قوي تمام زي الفل. دي المطبخ الست عامله 90 او 80 حاجه. 6 بنات. الساده منها تقريبا. بس على فكره هي طويله وعريضه مش قصيره. مش صغيره بنات. تمام حلو. الساده منها تقريبا هتبقى 90 ودي هتبقى 100 او 80 و90 كده يعني. تمام. بس مش هتزيد عن كده. هو بيديكوا الرنجات اللي طبعا مع تغيير الاسعار هي الاسعار بتفوت من دماغهم اساسا يعني. تعالوا بقى كده. فوط الاطفال بقى يا استاذ محمد. فوط الاطفال عندنا حاجه زي كده. من اول كام؟ 180 جنيه. 180 جنيه 4 قطع يا بنات. تمام. هو ما كانش فيه ثلاثات منها يا استاذ محمد؟ لا ثلاثه. هو بدا من 4. من 4 يا بنات 180 جنيه. طبعا في عندنا 220 230 240 كل ما بنعلى شويه بنعلى بالخام. بس هم بيقولوا لي البدايه عندنا بدايه تمام. الاربعات عندنا 180 وبدايه ستات عندنا في حاجه زي كده تبقى عامله 350 6 قطع بنات. تبقى عامله 300 جنيه. 300 جنيه 6 قطع برضو يا بنات. تمام. عندنا بقى حاجات بقى زي كده ايه معاها بورنوس. ايوه دي قطعه حلوه مفضله. دي معاها بورنوس. بكام دي يا استاذ محمد؟ تقريبا عامله 450 في منها 450 يا بنات مجسم مع بورنوس للاطفال حلو جدا. دي بقى ديوريل بقى الحاجات اللي هي مستورده شويه. ايوه ماشي. في عندنا حاجه بس دي 5 ديوريل 5 تبقى عامله رينج كام؟ تقريبا دي يعني هتاكد من سعرها. تمام. في حاجه زي كده هتلاقيها مثلا 260. حلو جدا 250 زي ما هي علي فكره. دي اللي بمجسم يا بنات حلوه جدا. انا بميزها لان العروسه لوحدها دي بره برقم، فانت دي كده ب 250 3 فوط ومعاها المجسم. تمام كده. ديكور للدولاب على فكره يا بنات. عند شغل ملايات العمريه اللي كلنا بنبقى عايزين نسمع فيها بقى كلام لان كل امهاتنا بتحتاج منها وكمان عرايسنا بتكمل منها اعداد. تمام. لسه قايل لك ان هم غليوا. تمام. قول لي بقى هتعمل ايه في ملايات العمريه المره دي يا استاذ محمد؟ مش هنغليها. ماشي. هنخليها ب 150 الطقم اللي هو العادي ده. والله هتبدا معاك 150 اللي هو ال 240 في 260 اللي هو يفرش سرير 160. 160 تمام 150 حلو قوي. والوان بقى الوان كتير والخامه احنا فاردين قبل كده. خامات العمليه. تمام. وجينا الطقم اللي هو بقى يفرش سرير 180 اكبر شويه يبقى 180 معلش عشان حبايبنا اللي بيسمعونا لاول مره هنرزل شويه ونقول لك افتح لنا حاجه. معلش استحملنا. الله يبارك لك. بص عشان انا باجي لكم كده قدام الكاميرا انا عارفه عشان على فكره هو مش مدرك ان في ناس بتسمعنا لاول مره فيعني عشان برضو بصوا يا جماعه الملايه دي عليها اقبال كل مره ولا يا استاذ محمد؟ طبعا. طيب واحنا قلنا بقى اللي هي بتفرش 180 هتعملها لنا بسعر كام؟ اللي بتفرش سرير 180 ب 180 اللي هي دي. تمام. اللي بتفرش سرير 160 هتبقى ب 150. تمام. وريني بقى الخامه. برضو اسعار لمده اسبوع فقط. تمام. لانه والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم بيبيع لكم وبيلتزم بالكلمه حتى لو زادت عليه. بيقول لي اقسم بالله انا طلعت فواتير من الملايات العمريه دي بسعرها علشان انا قلت في الفيديو كده ما ينفعش اطلع كداب. والله في حاجات هي في زمان جت لقيتهم خلصانين بس الخامه والله يا جماعه انا شايفاها في زمان جت فعلا خلصانين ودفعوا فلوس ومشيوا على ان هم جايين في السكه وهم فعلا جت حاجه بالسكه ولا رفعت عليها بالتليفون اصلا ولا قلت لها الاسعار اتغيرت حاجه خلاص انا تمام. طيب يبقى 150 يا حلوين اللي هو 150 و160 تمام. و180 150 و180 انا بنقول على المقاس السرير 180. طيب قول لي بقى اللي بالقنار ده الكورنيش ده. اللي بالكورنيش حاضر هنا دي واحده. تمام. كل حاجه متوفر منها كميات والوان. ارجع تاجر الجمله او العروسه حاول العروسه تاخد برضه من ده تاخد برضه 2 3 من ده برضه هيشيل معاك لان فعلا اللي تقوم اقل طقم دلوقتي بقى داخل في 280 و290 و200 اللي هو في علبه. تمام.
فمش هتعرف تاخدي كله من كده، فهناخد من ده وناخد من ال 3 دي وناخد اللي هي شكل. بقول لك ايه، احنا دلوقتي انا في العمريه بحب اركز مع الامهات والناس اللي عايزه تفرح. احنا رجب وشعبان ورمضان وايام كلها مباركه وعايزين نجدد بيوتنا في العيد. رمضان بتاع فيه عروض. في عروض ان شاء الله. وعيد الام والكلام ده. لا ده احنا على فكره احنا في شهر واحد، ده احنا في اخر واحد، انت لازم تظبط الامهات من دلوقتي. فحرفيا عايزه اقول لكم 150 سعر حلو قوي البدايه. تمام انا مش مستمر لغايه عيد الام. ماشي مالكوش دعوه. بصي بحلق عليا. ماشي طب قول لي ده بكام؟ ده ماشي معانا حاجه زي كده، ده بالكورنيش اهو. ماشي. لا بيفرش طبعا 180. عامل كام؟ هيبقى عامل 215. 215 تمام. ده بقى اللي باستك. ده اللي باستك. طب انا شايفه تعديل في الموضوع، يعني شكل جديد صح؟ مره بيبقى اللي هو الاسطوانه. الاسطوانه وده كده شكل علبه. قول لي بقى اللي باستك ده الوانه كتير. ده هيبقى ده كام قطعه؟ ده 3 قطع. الوانه طبعا كتير وموديلات منه كتير. هيبقى عامل 200 جنيه من اول 200 جنيه. بيبدا في اختلاف في المصانع، بس طبعا ده ب 200 جنيه بيبتدي معانا من اول 200 جنيه. تمام زي الفل. احلى حاجه بقى السروجي، عندنا ايبسون، عندنا سيجما، عندنا ميرفا، عندنا هابي انطاليا، عندنا دايموند، عندنا اعلى البراندات. الفوط كلها هتكولكشن. بصوا يا بنات احنا في اوضه كبيره جدا من غير مقاطعه الاستاذ محمد، ده غير ان في اوضه تانية مسلمه. دي بس قسم الفوط. الماركات كلها اللي هتيجي على بالك موجوده، الاسعار كلها فئات معينه. يعني انت حتى لو بتاخدي العروسه يعني قصه 30 فوطه والكلام ده بيحصل يا استاذ محمد صح؟ او بيحصل اكتر من كده. فانت حرفيا مش هتاخديهم كلهم فئه غاليه ولا رخيص. فعندنا بقى البدايه استاذ محمد هيبدا معانا كل مره من سعر في المتناول جدا. معاك قول لي بقى من اول كام يا استاذ محمد؟ هقول لك كل حاجه. بص دي البدايه عندنا 160 جنيه. 160 جنيه. وريني الفوطه. في حاجات والله بدور عليها، بحاول ان انا اجيب لك ان هو يوفر لي 160. مثلا دي 160 جنيه. تمام. البدايه عندنا كام فوطه؟ 3 فوط. الستاندر بتاعها زي ما حضرتك شايفاه. طب ال 160 منها كام رسمه بقى؟ بكام؟ 60 في 120. ماشي. لا الوان بقى هوريكي حاجات ثانيه باسعار ثانيه. تمام حاضر. دي مثلا 160 جنيه. 160 جنيه. وبرده مع الوعد ان دايما استاذ محمد بيوعدنا لو قدر يوفر اي حاجه من المصانع باسعار اقل. يعني اسمعوني حضرتكم، وهو فعلا لو انت جيتي وتوفر فئه اقل من 160 هيقول لك في الفيديو ان عندي اقل من 160. معانا ب 125 130 بس هي خلصانه، عشان كده ما رضيتش عليها. مش راضي يتكلم. يعني المفروض ان انا طالبها بقالي اسبوعين انها تشحن. تمام كده. في طبعا لخبطه في الخامات ولخبطه في الشغل، بس المفروض ان هي من هنا لغايه يوم الاثنين عقبال ما حضرتك تنزل هتكون موجوده 130 135 في السنة. تمام. فاحنا بنتكلم في ايه؟ في المتواجد حاليا اللي في ايديه، لكن لو وفر هيوفر. هوفر. تمام. معانا حاجه بقى زي كده برضو. هتبقى عامله مثلا برضو 160. تمام حلو قوي. ما هو انا بقول معانا 160 165. تمام. مش هنختلف على 5 جنيه. الله يبارك لك. وبعدين لسه بيقول لي دلوقتي ان المصانع بتنزل لستين في اليوم، فهو معذور. فعلا تمام يا جماعه. يعني لستين اسعار حضراتكم. على فكره الفوطه دي عجباني، الفوطه دي عجباني وتطريزها حلو جدا اهو زي ما انت شايفاه. 165. تمام. طيب معانا بقى مفاجاه برضو حلوه. اتفضل. تمام. انا الاربعه دول كده يا استاذ محمد. بصوا يا بنات الفوطه اهو برضو الستاندر اهو اللي هو الستاندر الطبيعي. تمام. 4 زي دي بعمل كام؟ 180 جنيه. 180 جنيه يا بنات. كل ده الفوط الكبيره مش اطفال حضرتك، فوط كبيره. ماشي. يبقى 160 و165 و180 بالظبط كده. معانا بقى حاجه زي كده برضو. تمام. لا الكثافه اعلى سنه شويه بقى. طبعا عامله 190 185. بصوا حلوه دي قوي، كثافتها اعلى يا بنات. تمام. وتطريزها حلو. 100 كام معلش؟ 185 190. ماشي 185 190. معانا زي كده. اتفضل. انت عايزه حاجه الاول في شريحه الجنيه. حلوه قوي دي. اربعات يا بنات. عندنا حاجه زي كده. ايوه تمام. 225. 225. تمام. دي برضو عند 4 فوط. 4 فوط وتطريزها ناعم جدا يا بنات. شغل كمان الفراشه بارزه لبره. تمام. فرع ورد. تمام. عندنا حاجه ده برضو شكل منها اهو. ده كده شكل منها. وده شكل منها. 225. ده شكل منها برضو. 225 شكل. كده اشكال منها. تمام. عندنا برضو ده مثلا 230 تقريبا. بصوا يا بنات ما شاء الله، هو يا بيزود بال10 يا بال5 زي ما حضرتك شايفه كده. تمام. لا احنا هنزيد.
لا ما اصل احنا واقفين، انت واقف في وسط كام مصنع يا استاذ محمد؟ ايوه طبعا. يعني معلش انا اسفه، احنا انا بوريك واقفين الحاجات برضو. ده احنا لسه حضراتكم في الكوليكشن اللي قدامنا، احنا والله ما بس- جبناش حاجه من الرفاف. نصيحه مني والله، العروسه لما تيجي والله يعني حاول انت تلاقي من ده ومن ده، يعني حاول انت تلاقي من الحاجات اللي هي العاليه، والحاجات برضو اللي هي سعرها هادي، لان انت ايه. لكن في عرايس والله بيخش انا والله بيخشوا عايزه كله عادي. هي بتقول لك عايزه كله عالي. عايزه كله عايزه، فبرضه لا يعني. طب ما هو ده انت حتى معلش، ده هي كده بتاسي صاحب المكان عليها على فكره. لا يعني طب ما هي أنا ممكن عايز- معلش انا اسفه، ما في فوطه هنا احنا بنلاقيها في الشغل ده وبسعر حلو، جاكارات وهاند ميد. لا في ناس تخش تدور عايزه السروج وعايزه يعني معلش انا اسفه، ايه رايك في المستوى ده اللي قدامك؟ تمام، ايه راي حضرتك في الحاجات اللي زي كده؟ تمام، انا شايفه حاجات حلوه على فكره. ايه ده ما شاء الله، كان في حاجه هاند ميد تحت هنا. طب ما دي ده جامده جدا برضه، يعني في حاجات حلوه. بص قلنا دي كل ده 225. دي 225، هاتها بقى كده للكاميرا. 225 برضه. حلوه قوي دي 225 يا بنات. ودي برضه 225. 4 فوط حضرتك، احنا ما بنتكلمش في 3 قطع، يعني 4 فوط 225. ودي برضه دخليها معاهم 225. ما شاء الله 225 4 فوط يا بنات. الستاندر كام في كام بقى يا استاذ محمد؟ اللي انا فتحتها لك، هي اللي انا فتحتها لك اللي هو كام بالمقاسات كده معلش؟ 60 في 120. 60 في 120. فتحتها لك. تمام. لا انت فتحت لي من الاول اهو مقاس كل فوط، يعني كل دي. لان في ناس أنا دول بتقول مصنعين. اربعات. دول مصنعين انا دخلتهم لك في بعض، يعني فاهم؟ دي مصنعين المفروض ان يعني انت دلوقتي 225 ولا اكتر من 6 قطع، من 6 اطقم. 6 اطقم. ورينا 6 اطقم 225. اشكال كتير مدخل لك. وبعدين على فكره يا استاذ محمد طول ما هو ماشي في الفيديو بيقابله حاجات وبيطلعها. يعني بص دي هتلاقيها كتابتها مثلا اعلى من دي، بس انا هحسبها لك زيها. كتابتها اعلى صح، هحسبها لك زيها. مش مشكله يعني، عندي بالسعر قديم فمش مشكله. تمام. فاهماني؟ الحاجه برضو اللي انا ايه يقدر يوفرها، هعرف افيد بيها المتابعين. عينيا ليهم. تمام. واكتر من كذا علبه في دي. تمام. عندنا عايزين نعمل شويه ايه، عندنا النص مشكلي زي كده. مش يا بنات على حاجات السريدهات. مصانع. ده مصنع في جوه 3 مصانع تاني، اللي في جنب السري دي هوريهولك اصلا. تمام. بس انا جبت لك عشان ايه، كوليكشن سريدهات. كل مصنع من دول عامل اكتر من 50 شكل. كل ما في. طب فرجنا افتح لنا حاجه من العلبه ده مثلا. اقدر اقول لك، بس كل مصنع من دول عامل اكتر من 50 شكل، هم 4 5 مصانع، فاحنا معانا اشكال كتير، اللي هو مثلا شكل زي ده. ماشي، ممكن حضرتك تيجي هنا كده. تمام. ده مصنع يا بنات، ده شغل السريدهات دي كلها دمجنا وعاملين عليها عرض خاص، فانا هوريكي وبعد كده اقول لك العرض ايه. تمام. ادي شكل. كل ده مصنع كده واحد، كل دي اشكال مصنع واحد. تمام. كل دي اشكال مصنع واحد. حلو قوي ده. بصوا يا بنات كلون وكرسمه بصراحه. بس ده مصنع برضه، ده مصنع تاني. كلهم ماتيريال واحد، يعني كل ما فيش اختلاف في الماتيريال. تمام. بس ايه ده، يعني ده مثلا في كرتونه ده 4 قطع للمصداقيه، ده 4 قطع وده 5 قطع. اسم خد. ما انا عمال اقول ايه زياده. اسم خد. تمام. تمام. في ده اللي حابه تاخد مثلا 5 قطع وفي كيس بتاخد ده، اللي حابه تاخد مثلا 4 قطع وكرتونه. لكن انا لو منكم ولو عروسه برضو هاخد اللي في كيس وقطعه زياده. ماليش دعوه كرتونه اعمل بيها ارميها في الاخر. بس هو في الاول وفي الاخر كل دي رسومات دي بس. حلو قوي برضو الرسمه دي. برضه الجراهات مشبه كده على شكل تايجر. ده مصنع تاني 5 برضه. طب انت الالوان كتير، وغير ان لسه بتقول 3 مصانع جوه. طب قول لنا السعر يعني. استنى. الطقم ده الواحد منه عامل 350 جنيه. بالقطعه 350 جنيه. لو خدت 3 مع بعض 900 جنيه. هات الرسمه الفرق بالثلاثه مع بعض بكام؟ 900. حلو قوي الرسمه دي يا بنات. 3 مع بعض 900. 3 مع بعض ب 900، يعني انت وفرتي 150 جنيه. 3 مع بعض 1150. انت لما تاخد الثلاثه مع بعض، لو احنا خدنا كل واحد لوحده ب 350 يبقى 1050. احنا هنعمل لك 3 ب 900، موفرين لك 150 جنيه في الثلاثه. تمام زي الفل. تمام. بس لكن لو هتاخدي قطعه واحده يبقى ايه 350 القطعه. 350. اي مصنع من مصانع السريدهات. اي مصنع بالسري دي. تمام. تمام كده في اوضه الاطفال، واوضه الاطفال شامله كل حاجه. هتبدا فيها من اول ايه يا استاذ محمد؟ كوفرته من اول ملايه بتاع، هنعرض لكم الملايات واللحافه طبعا عارفين معانا كوفرتات طبعا انواع كتير. تمام. عايزين نبقى نعمل اصلا فيديو خاص للبتاع. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بص عندنا تشكيله المجد الاصلي، العلامات الاصلي، الشغل المستورد، وعندي برده الحاجات اللي هي سعرها برده مرتاح. هيبقى عندنا كله، بس عشان ايه تبقى الناس عارفه ان انا عندي المجد الاصلي. في ناس بتدور على المجد الاصلي والعلامات الاصلي مخصوص، الثمان قطع والست قطع والمجسمات، لا التشكيل بتاعهم كله اهو. وفي الكبير برده موجود في الاطفال وفي الكبير. تمام. نخش على الملايات الاول. الملايات عندنا بتبتدي الاطفال طبعا عندي نفس المصانع، عندي المختار، عندي البيت الخليجي، عندي القيصر، عندي كل حاجه. عندي بيبتدي الرضا من اول 320 جنيه.
الرضا من اول 320 جنيه مطر اطفال طبعا سريرين احنا بنتكلم في 6 المطرز. قطع. احنا عندنا اللي هو العامريه بيبتدي من اول 190 جنيه والكرانيش من اول 225. كام؟ كي يطمئن قلبه. 225 بنات 225 واللي هو ده بالوان كتير. بقى ايه واللي هو ده جاي نفس اللون. اللي ده بكام؟ واللي هو ده 190 جنيه. 190 تمام. تمام. الوان طبعا ده منه الوان كتير وده الوان منه غير كتير. طبعا ان في اماكن تمام؟ تانية. طيب طيب انا ما رتبتليش ال 3 دي، هنخلص هنا وهقول لك على ال 3 دي. حاضر. تمام. هو على العموم اي ملايه 3 دي اطفال 350 جنيه. اي ملايه معموله على 350 جنيه. انت عايز انا اوريها لك طبعا. انت هتقعد تتكلم خلاص لما اوديك ورينا قول. الله يبارك بص، لك. الست قطع ده بكام؟ الست قطع بيبتدي معانا من اول 320 جنيه المطرز. يبقى المطرز في الاطفال بيبتدي من- 320 خلي بالك جنيه. ده المصنع، ده السعر القديم. المصنع ده دلوقتي بيتكلم في اسعار 420 جنيه. تمام. والله 420 جنيه و450 جنيه. بنتكلم في 320 جنيه منه اشكال والوان كتير، يعني كل ده منه والوان واشكال كتير. تمام. ده كده مثلا موديل. عندنا حاجه زي كده لسه جاي لنا جديد برده. كل ده من خامات الاطفال. مش عايزين نعمل مش عايزين نعمل مخلوط. مش عايزين نجيب مخلوط في الاطفال عشان الاطفال ما ينفعش تنام على مخلوط. ايوه بقى. تمام؟ اب بقى وفاهمني. هنجيب لنا ايه؟ هنجيب لنا طبعا. ربنا يحفظ. ايوه. ربنا يخليك. اه فجايبين كله قطان. القطان عندنا ايه؟ 320 جنيه. داخلين في ده 360 جنيه. 360 جنيه شغل بارز. بس حلو جدا على فكره. جدا. ما بقولك ومنه الوان طبعا. عندك حاجه زي حاسبين. عندك حاجه زي كده 360 جنيه. احنا قلنا اللي فات الفيل بكام؟ 300 وكام؟ 320 360 360. تمام. عندك بقى فينوس. الراجل ده يعني تقريبا لما رحنا قعدنا كده معاه كلمنا ونجيب شغل. ايه يا عم انت عندك الاسعار ايه؟ قال لك انا عندي 480 و500. يا عم ازاي احنا لسه عندنا طقم 350؟ قال لك يا عم انتوا ايه؟ الاسعار اتغيرت. بس تمام. الحمد لله عندنا من الاسعار القديم وجبنا بيها على السعر القديم. تمام. يعني هيبقى معانا ايه؟ الاطفال بتاع فينوس بكام؟ ب 400 جنيه. 400 جنيه 400 اللي هو جنيه. الجديد بتاعه بكام؟ 480 و500. يعني انتوا بتتكلموا يعني بتتكلموا في اقل خصم، مش خصم عن السعر الجديد ب 80 جنيه او 100 جنيه. منه مثلا الموديل ده هيبقى منه عنده مثلا الموديل ده. هيبقى بسم منه الله. عندك الموديل ده منه اللي هو ده. اللي هو فينوس يا بنات. اللي هو فينوس كل ده ماشي 400 جنيه. تمام. هيبقى عندك منه بسم الله الرحمن الرحيم. ده دلوقتي بقى كام في الليسته؟ 550 جنيه. انا بقول لك ب 420 و 430 زي ما هو لسه على السعر القديم. تمام. عندك فينوس ده برضه على السعر القديم زي ما قلنا 400. تمام. بالوان طبعا منه. تمام. عندك بقى يا طبعا اوضه الاطفال كلها على السعر القديم. كله على السعر القديم، حتى المختار هتلاقيه على السعر القديم. عندك البيت الخارجي بقى حاجه زي كده. تمام. البيت الخارجي حاجه زي كده. يا جماعه عايزين ناس تيجي تاخد اللي هي يعني الاسعار القديمه دي تستفيد بيها. يعني الحقوا الحقوا والله، مش عشان معلش اسف، هو كده كده بيبيع. وخلي بالك انا اقول لك على حاجه والله العظيم، انا محلات عملت ايه يا باشا؟ انا ولا هبيع ولا هعمل. اولا ما نسال عليها على فكره. اروح ده في الليسته الجديده بقى كان ده في الليسته الجديده دلوقتي بقى 650. هو عندي 500. كسبت 150 جنيه وهو قاعد عندي. كسبت 150 وهو قاعد عندي. بس احنا بنستحرمها. لا يا باشا خد. يعني هو بيقول ان انا حتى لو ما بعتش لمده اسبوع الشغل ده هيجيب فلوس وهو قاعد. هو قاعد كسبان اكتر من انا عمري ما هكسب منك 150 جنيه في الطقم عمري. فهمتوني؟ عمري. لكن هو هيزود نفسه بنفسه ايه يعني يومين راحه. لا انا الناس ومعروض مش وهميه. مفيش حد يمشي على المحل كله يقول لك اسعاره. لا انا هفيد الناس والناس هتبقى مثلا لا واللهم بارك اللهم بارك. هو بيلف حرفيا المكان كله. لا بيقول الاسعار حرفيا يعني ما شاء الله. هعمل اسم انا دلوقتي هبيع. انا مش هقول لك انا اخسر بس هبيع بالسعر القديم. بس ما شاء الله الطقم ده المجسم بتاعه روعه. كبير جدا. بص حاجه زي كده برده بيت الخليجي برده روعه. ماشي. عندك حاجه زي كده مختار. اللهم صل على النبي. بص المختار عامل حاجه روعه. ده المجسم بارز جدا جدا. بصوا بارز لفوق قوي. عامل حاجه روعه برده. بص عامل لنا حاجه. عندك برده فينوس اهو. تمام. عندك كلاسيك هاوس شبابي. عندك الشغل ده من الحاجات برده اللي مش قاعده. عندك تاج. عندك المختار ده طربقه. تمام. عندك المختار اللي هو المشروع. عندك الشغل ده. عندك زبون عندك الشبابي كلاسيك هاوس حرير برضه. ممكن الاشكال دي. عندك المختار في الوش اهو. كل ده شغل المختار.
بالنسبه لمفارش السوفت، طبعا عندنا الجنب هو انت السرير الكبير بتاعك بدايه من كام السوفت؟ من اول 350. من كام؟ من اول 350. من اول 350 مفرش سوفت. تمام. طيب وعندنا الاطفال بتاعه هيبتدي معانا من اول، معمول عليه عرض، ده كان عامل 650 جنيه نزلناه ل 490 جنيه. 490 بدلا من 650. من 650 ما شاء الله. تمام. 490 يا بنات سريرين سوفت. اتفضل. طبعا ما فيش قطيفه والكلام ده هيبقى لان ايه؟ بس طبعا متوفر بقى. متوفره طبعا باشكالها بالمجد في حاجات في المنظر لسه هننزلها بقى وكده، فايه ده هنخليه في فيديو تاني مخصوص. تمام. بالنسبه للبورنوس بقى يا استاذ محمد، البورنوس معاك هيبتدي من انت عندك حاجه شغل فرداني كده؟ في فرداني، بس انا البورنوس عندي بيبتدي بس يعني ده مفيش منه كميه كتير، اللي هو من اول 250 جنيه. ما شاء الله. من اول 250 جنيه ماشي. في منه اللي هو الشكل الجنزلي ده، اللي هو ده من اول 250 جنيه بس يا مفيش بنات. منه كميه كتير. تمام. بعد كده بيعلى معانا يبقى اول 300 مثلا و50. من اول 350 اللي هو حاجه زي كده. اللهم صل على النبي. 350 360. تمام. عندك حاجه زي كده هتبقى عامله مثلا 450 جنيه، دول ثلاثه مع بعض. تمام. يبقى كاش مايو. تمام. بعد كده بقى بنعمل حاجه زي كده اللي هي بدايه الاقطان الاعلى، حاجه زي كده مثلا 650، حاجه زي فوق دي 650. عندك حاجه زي عندك حاجه زي كده برده معموله لها مثل شيء فيروز دي وعلى السعر القديم برده. دلوقتي فيروز ده داخل في 950 جنيه. لا هو فيروز دلوقتي احنا على السعر القديم بتاعه 650 700 على السعر القديم، بس هو فيروز دلوقتي داخل في اقل حاجه فيه 950 جنيه. تمام. هتلاقي حاجه زي كده مثلا بتاعته 500 جنيه، هتلاقي حاجه زي كده 750 جنيه، هتلاقي حاجه زي بس كده. هو بيزيد حاجه في العدد ولا هو نفس المكونات والسعر مختلف؟ يعني عدد وخامه ولا خامه؟ الاختلاف ايه؟ يعني احنا ما بنعلى بالسعر بيبقى اختلاف ماتيريال. تمام. مش اعداد. لا مش اعداد، الاعداد لا. هو انت اصلا اقل طقم عندنا مكوناته كام قطعه؟ هيبقى اللي هو ده ممكن يبقى 6 قطع، يعني 6 قطع، 2 فوطه، 2 حزام، 2 بورنوس، بس تقريبا السليبر مش معاك. تمام. بعد كده بقى عندنا طبعا براندات بقى، حاجات زي السروجه، حاجات زي الشافعي طبعا ده بتتكلم اساسا من مع 2.5 بشكل ده اصلا، بس ده يعني عادي شويه. تمام. عندي بقى الحاجه زي اللي عايز كابشو، حاجه كابشو بقى هو الشغل التركي اللي زي كده. عندك ده شغل هاند ميد تطريز، عندك مثلا ده الحاجات اللي عليه، عندك السروجي، عندك تيفولي ده من الاسعار الممتازه جدا، ومن الشغل اللي هو المقاسات الخاصه، المقاسات الكبيره اللي بس معاك لغايه 125 كيلو. تمام. منه الجاكار ومنه الجوبيه. تمام. السعر القديم برضو عندي بقى اللي هو الزهار ده، براند الزهار ده تركي كابشو اللي هو تمام بتاعه. منه طبعا اكتر من 10 الوان اللي هو ده، بس بتيجي 9 كابشو يعني بتاعه. تمام. عندي الفرداني بيبتدي من اول 250 جنيه مثلا. حريمي ورجال. قول من اول 250. من اول 250 جنيه. تمام. تمام ماشي. طبعا عندنا بقى تشكيله. بصوا يا جماعه اللحفه هنا، اللحفه بصوا ورانا حضراتكم تشكيله، يعني اقوى لحفه او ترندات لحفه موجوده 2024 موجوده في المكان، لكن احنا عشان طول الفيديو قول كده طول ما احنا ماشيين كده ده الحاف يا استاذ محمد. كل ده كده الحاف كده. لحاف غير ان في شغل مخازن يا جماعه. وده اللحاف ده وده الحاف. انا مش بقول لك لا في اللحاف عن تشكيله لحاف روعه عامله لها عروض، بس انا عشان انا بحب اما اعمل حاجه اصور حاجه لا انا بكون جايب اخرها قوي. تمام. فهو هيظبط لكم قصه اللحفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لكن كل ده حضرتك عايزه الحاف عشان ما تقوليش ليه ما بيعرضوش لحاف، لا كل شركات المجد. تمام اهو كل ده الحاف بقى، وده كمان شغل الحاف اطفال يا بنات. دي الكوفرته يعني الفرداني يا بنات. عايز مثلا ايه، انا عايز دلوقتي اجيب كوفرتات بس مش عايز ملايات. كوفرتات تركي هي اللي جوه بس من غير ملايات. براند الزهار طبعا، براند اي حاجه. وفي عندنا بقى حاجه زي كده، دي كوفرته برضه لسه جايه النهارده. ما انا كنت لسه هقول لك انا اول مره اشوفها المره دي. كل الناس كانت تيجي في احنا من دي عرضناها كذا مره. البيكا اللي هي بتبتدي معانا الفرداني من اول، هعرضها لك عشان نسيت اعرضها لك، اللي احنا كنا عرضناها قبل كده اللي هي البيكا الفرداني اللي مع عشان ناخد ديات، قلنا عامله معانا 280 جنيه. تمام. من غير خداديات. اللي هي الخداديات بتاعتها عامله انت مركزه معايا؟ مركزه من غير خداديات ب 280. اللي بخداديات معاك 2 خداديات عامله 350. هجيبها لك دقيقه واحده. تمام كده اللي الفرداني اللي في شنطه الكوفرته الفرداني يا جماعه 280 280 اللي معاها خداديات اللي زي كده 3 قطع. تمام. دي هتبقى عامله 350.
350 بالخداديات 3 قطع 350 360 230 في 240 المقاس دي اللي عاملينها في الهديه. اه ما شاء الله. 350 360 على السعر القديم برضه. طيب تمام. ووريتك اللي هي في علبه اللي هي زي اللي جايه مع ملايه، اللي هي مع، لا مش اللي مع ملايه، فرداني برضه آه. اللي قلت لك عامله 420 جنيه. تمام. معانا بقى اللي هي البيكا اللي هي الاطفال. في ناس بتيجي تقول لك عايزه الحاجات البيكا الاطفال، مش عايزه لان كانت اغلى، كانت اقل حاجه عندك هنا 1500 1600، فعملنا منها اللي هي زي دي تبقى اطفال نفس الكبير، اتنين مع بعض 4 قطع، 2 كوفرتا و2 خداديه، تبقى عامله كام؟ 480 جنيه. تمام 480 جنيه 4 قطع. تمام. تمام 2 خداديه و2 كوفرتا. تمام. عندنا حاجه زي كده برضه استوريها لك. الشغل الجديد اللي نزل في الحاجات اللي هي التركي دي ملايه. بصي ادي لون مثلا منها، اللون التاني اهو منها. ماشي. تمام. باشكال، في منها طبعا الوان كتير. تمام. عندك بقى اللي هي الكوفرتا، دي الكوفرتا الفرداني. تمام. كوفرتا الفرداني الملايه دي تقريبا هتبقى عامله 420 تقريبا 430 ملايه 420. السرير الكبير دي هي بتبقى ملايه مع كوفرتا. لا دي ملايه بس لوحدها، هوريك اللي مع كوفرتا بس. دي ملايه. تمام. الملايه دي تبقى تقريبا عامله 420. تمام 420. تمام. وعندك الكوفرتا الثلاث قطع دي هتبقى عامله 430. تمام. 3 قطع زي كده. بص شكلها عامل ازاي. 430. تمام. كان منها جميله جدا. بقى ايه دي كوفرتات، كل دي كوفرتات. تمام تمام. كل دي كده. تمام. معانا بقى اللي منها اللي هي السبع قطع بقى، اللي هي كوفرتا بملايه، اللي هو عامله 20 جنيه بقى بالكوفرتا بالملايه. 7 قطع كل دي بس يبقى احلى عشان بالتالي يوفر عم تاخد كوفرتا لوحدها وملايه طقم لوحده. طبعا يعني بتاخد كوفرتا من طقم شامل. تمام. معانا بقى اللي هي الاطفال بتاعتها طقم ملايه بس او 10 قطع بقى. لا ملايات كوفرتا 2 ملايه 2 كوفرتا 4 خداديه 2 كيس مخده. تمام 10 قطع. منها اللون ده، منها اللون ده، منها الوان كتير ما شاء الله. هتلاقي منها الوان كتير. انت كده ايه وريناك الكوفرتات التركي اللي هي عامله. تعالى اوريك بقى اللي هي الفرداني، الجزء اللي بتاع المختار انت اللي شفتيه وخلاص. تعالى اوريك بقى اللي هي الفرداني التركي، الكوفرتات بالملايات التركي طقم على بعضه تبع المختار. كل تبع المختار تبع براند الزهراء. عايزه اقول لحضرتك كل واحده فيهم في حته ثانيه، يعني احنا نقف جنبهم كده لوحه فنيه. تمام بالوان بقى. تمام كده اهو. ده المختار يا بنات. في منه كبير واطفال اهو. كبير واطفال. جدا. تمام. عندنا بص يا بنات الفيل ده برضو طبعا من الحاجات الرسومات المعروفه، وفي منه تبع المختار اعتقد يا استاذ محمد صح، اللي هو اللي شكله الهندي ده. الفيل ده برضو منه رسومات تانية. ده وده القيصر وده. ماشي. عندك المختار قلنا ده، وعندك ده المختار وعندك ده المختار اطفال. هات كده. بصي الله. تمام. ده شفت المجسم بتاعه يا بنات. ده المختار اطفال، وعندك ده المختار كبير. تمام. وعندك عندك طبعا اسلا ده بس من الحاجات المحترمه جدا. عندك دي بطانيه بونبون. الله. دي تركي برضو. ماشي. عندك حاجه زي كده فرداني مع بعض، 2 مع بعض. تمام 2 مع بعض بتوع الاطفال. ورينا شيل البوستر كده يا استاذ محمد. في منها الكبير بتاعه. الكبير بتاعه اللي انا هوريه لحضرتك في الرقم. تمام. ما شاء الله. حاجه زي كده عايز اوريها لك برضو. نعرض بعض كده برضو. بس جات لنا اشكال كتير بقى. الاشكال اجدد عندنا منها اللي هي الملايه دي بس الملايه دي روعه. المستقبل يا بنات 420 400 ده اسعار قديمه برضو. اسعار قديمه. تمام. زي ما احنا هتلاقي واحنا ماشيين بقى الحاجات اللي انا ما برضاش اعرضها. هتلاقي مثلا 3 4 حاجات من دول، 5 6 حاجات، 5 الوان منه. هتلاقي انا بقول لك في حاجه حاجات ب 350 سعر قديم. في حاجات مثلا كلاسيك هاوس ده بقى في ال 700 ولا حاجه، هتلاقي منه مثلا 10 حتت ب 10 الوان مثلا بقى لسه 550. انت هتلاقي البياع اللي يقف معاك او انا لا على فكره ده سعر قديم. تمام. ودي تمام. عندك بقى ميرفا ده انا سيب برضه اوريكي منه. هتلاقي منه 5 6 موديلات. ده دلوقتي حرفيا ب 680. ده دلوقتي 480 عندي كذا موديل منه. تمام. وممكن تلاقي منه حاجات اقل، لكن انا بكلمك في اللي هو اللي فيه. عندك بقى ده بتاع الاوريجينال نفس اللي كان هناك، ده عامله برضه موديل جديد اهو. ماشي بالوان برضه جدا. شغل ريشه القيصر ده اللي انا بقول لك عايز اكمل لك الكوليكشن بتاعه. بصي تنوع في الموديلات. عندك المختار برضه موديل زي كده. بس عندك حاجه زي كده برضه المختار عالي طبعا. تمام. طقم هو مفروش يا جماعه جدا، ونص يعتبر كوفرتا كده ونصه كاملاقه. تفاصيل كتير كده في الملايات. مش طبعا عندنا في الملايات ال 3 دي حاجه زي كده كمان. هكملنا ال 3 دي. عندي المجد الاصلي. المجد الاصلي. تمام.
احنا عرضنا ال3 دي وعرضنا المطرز وعرضنا العمليه. عندنا اللي هو ال3 دي بس اللي هو المجد الاصلي. عندك كورنيش عريض وعندك كورنيش رفيع. المستورد عندي كله لسه على السعر القديم. المستورد راح في حته تانية خالص يا جماعه. عندي السعر القديم الرف ده كده من وراه وفي كام كرتونه مقفولين عشان ابقى صريح معاك. يعني العالميه والمجد. العالميه والمجد المستورد الاصلي. دي عندك العالميه المضيء وكله عارف. المضيء ده يا بنات عشان اللي هيسمعنا لاول مره، استاذ محمد بيقول لك في الاضاءه يعني اهو ده كده هو منور ليل النهار. منه طبعا رسومات كتير. وعندك منه القطيفه. عندك عندك اللي هو اللي متهيألي صوروه من المره اللي فاتت القطيفه. عندك اللي هو خامه قطيفه. انا والله حرفيا في زبونه هنا بمناسبه الكلام والله جت قالت لي انت ازاي بتبيع اصلا المجد والعمليه لسه بالسعر ده؟ ده انا رحت اشتريته لقيته اغلب. قلت على فكره اللي انت اشتريتي منه ده ومش ضحك عليكي، هو ما ضحكش عليك، بس هي الفكره في ايه؟ اللي هو عنده سعر جديد هو غصب عنه، لكن تمام. مش مخزن، لكن انا عندي بسعر قديم. تمام. فاهماني؟ كده خلاص. يا طبعا الميلاد دي كده انا خلصتها. تمام.